السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم سنأخذكم في جولة حصرية للوقوف على آخر مستجدات عملية تسقيف ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. هذا المشروع الذي يعد جزءا من التحديثات الكبرى التي يشهدها الملعب استعدادا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. فإلى أين وصلت الأشغال؟ وما هي الخطوات المتبقية قبل اكتمال المشروع؟ تابعوا معنا لمعرفة كل التفاصيل. عملية تسقيف ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط تنفذ باستخدام تقنيات هندسية متقدمة. يتم تركيب هيكل معدني ضخم يغطي الملعب بالكامل، مما يمنح السرح الرياضي مظهرا عصريا ويوفر حماية للجماهير واللاعبين من العوامل الجوية. من حيث التصميم، يشبه الملعب الجديد ملاعب عالمية مثل ملعب ويمبلي في لندن وملعب أليانز أرينا في ميونخ، حيث يتميز بسقف يغطي جميع المدرجات ويوفر رؤية مثالية للجماهير. هذا التصميم يضع ملعب الأمير مولاي عبد الله في مصاف الملاعب الدولية الحديثة، مما يعزز من قدرة المغرب على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. وتشهد عملية تسقيف ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط تقدما ملحوظا، حيث انطلقت أعمال التسقيف بالتوازي مع الأشغال الموسعة للملعب الحديث. تم استخدام معدات عملاقة من قبل شركة صينية رائدة في مجال الأشغال العملاقة بهدف تسريع وتيرة تغطية هذا الصرح الرياضي. الملعب الجديد الذي سيستوعب 65 ألفا متفرج يتوقع أن يكون جاهزا لاستضافة منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 ومباريات كأس العالم 2030. تظهر الصور الجوية الحديثة تقدما واضحا في أعمال البناء، مع التركيز حاليا على عملية التسقيف وتجهيز المدرجات والمرافق الأخرى. يشار إلى أن فرقا صينية متخصصة بدأت العمل على تسريع عملية التسقيف، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتجهيز الملعب لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. سقف ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط يتميز بتصميم هندسي متطور يضاهي أحدث المعايير العالمية. يتألف السقف من هيكل فولاذي ضخم يغطي المدرجات بالكامل، مما يوفر حماية للجماهير واللاعبين من العوامل الجوية. تم تصميم هذا السقف ليكون خفيف الوزن وقوي التحمل، مع مراعاة الجوانب الجمالية والهندسية. في خطوة جديدة تبرز التقدم السريع في أشغال تطوير الملعب، تم تركيب 19 عارضة فولاذية تشكل الهيكل الرئيسي للسقف. هذه العناصر تم تصميمها بدقة عالية لتضفي لمسة هندسية مذهلة على هذا الصرح الرياضي البارز. من المتوقع أن يتمتع الملعب الجديد بسعة تصل إلى 65 ألف متفرج، مما يجعله واحدا من أكبر الملاعب في المغرب. ستتميز المدرجات بتصميم حديث يغطيها السقف بالكامل، وستكون مبنية على 3 طوابق لتوفير رؤية مثالية للجماهير. كما سيزود الملعب بنظام إضاءة متطور يستخدم داخل رقعة الملعب في المدرجات وفي المرافق الخارجية، مما يضمن تجربة استثنائية للحضور والمشاركين.